أوباما أن الأهم خيوطه التي سوف يعتمد عليها أو ملفاته التي سيفتحها هو الملف الاقتصادية. يعني ماذا تعني لك أولا؟ هذا أمر طبيعي، وكنا قد تحدثنا في حلقة سبقت إعلان النتيجة، وقلت لك أن الشأن الداخلي الخاص هو أهم ما يوضع على رأس الأولويات الناخب الأمريكي والمرشح الأمريكي أيضا، لأنه يعلم أن الناخب ينتظر منه تحسن في وضعية الحياة، زيادة في فرص العمل، قدرة أكبر على الشراء، وتحسن نموذج مؤشر المستهلكين. هذا هو ما يرجوه الناخب الأمريكي، وهذا ما يسعى إليه المرشح حتى يكتسب أكبر عدد ممكن من الأمريكيين. مسألة العلاقات الدولية وما إلى ذلك هي تهم طبقة ربما تكون بسيطة جدا لجماعات الضغط، سواء اليهودية أو العربية أو الصينية أو أي جماعات ضغط أخرى موجودة، وإن كان أقواها طبعا الإيباك، وهو المؤتمر اليهودي الأكبر الذي يؤثر في مجريات الانتخابات بالضغط على أو مع هذا المرشح أو ذاك. حقيقة استفاد باراك أوباما ومن ورائه الديمقراطيون، الحزب الديمقراطي أقصد، يعني استفادوا كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها سلفه جورج بوش الابن، الذي أطاح بسمعة أمريكا تماما ودمر اقتصادها بشكل لم يسبق له مثيل، وجعل من أمريكا نموذجا مشوها لدى الجميع، وذلك من خلال تلك المغامرات البشعة التي قام بها: حرب طاحنة بالعراق، حرب طاحنة في أفغانستان، تفجير صراعات متعددة في عدة مناطق من العالم، حتى أصبح يشبه بالثور الهائج الذي دخل يعني محلا به قطع من الخزف، فأخذ يكسر هذا ويطيح بذاك، وأصبح كوما من الرماد والخراب. لهذا استفاد الديمقراطيون كثيرا، وما زال الجمهوريون يدفعون ثمن أخطاء بوش التي أدت إلى وضع اقتصادي مرعب لأمريكا. ويحاول أوباما الآن اللعب على تلك الورقة الرابحة جدا بالنسبة له، ومهما حاول روماني منافسه الجمهوري أن يعني كل ما قاله عنه من إخفاقات ومحاولة اللعب بورقة الشؤون الخارجية بدعم الإسرائيل إلى الحكم في دول الربيع العربي وغير ذلك، فلم تنجح كل تلك المحاولات. وتوقعنا أنا وأنت بالفعل أن يفوز باراك أوباما، لأن الرجل يسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي وإعادة أمريكا كقوة اقتصادية أولى ومريحة، وليس فقط قوة اقتصادية. بالتأكيد الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، ولكن الأمريكيين لم يكونوا مرتاحين أبدا بسبب تلك الانحدارات الاقتصادية المرعبة بالنسبة لهم بسبب سياسات بوش التي أحرقت الأخضر واليابس. إذن الاقتصاد كان ورقة رابحة جدا باعتبارها شأنا داخليا أمريكيا، وباعتبارها أيضا تتيح المزيد من فرص العمل للأمريكيين دون الخوض في حروب. ربما كان بوش يسعى إلى إتاحة فرص عمل في مصانع السلاح وتجارة الأسلحة والجنود المرتزقة الذين كان يرسلهم إلى مناطق الحروب، ولكن الأمريكيون يريدون اقتصادا مبنيا على تنمية حقيقية وعلى أرقام مريحة بالنسبة لهم تدعم حضورهم الدولي وتريحهم داخليا. نعم أستاذ محمود، هل ترى أيضا أن الشعب الأمريكي نظرا لأنه مل من يعني كثرة الحروب، سواء كانت في أفغانستان، سواء كانت في العراق، سواء كانت تواجدا في الكويت، سواء كانت تواجدا في قواعد عسكرية في المحيط الهندي وما إلى ذلك وغيرها من الأمور، يعني سبب أنه مل هذه الحروب أو بدأ يتخوف حتى على أبنائه هو الذي جعله يميل إلى أوباما أكثر من ميت رومني؟ مسألة التواجد خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن كل مناطق العالم
يجب أن يكون لها فيها السيادة، خاصة أعالي البحار والمحيطات، ولها تواجد سواء بحاملات الطائرات أو بوجود قواعد كما مثل الموجودة في اليابان وغيرها. هذا أمر مختلف تماما، أو حتى قواعد الموجودة في الخليج العربي. هذا أمر مختلف تماما عن خوضها حروب مكلفة ومرعبة تكلف الكثير من المال والكثير من الضحايا والكثير من السمعة المحترمة للجندي الأمريكي أو للإدارة الأمريكية. بالتأكيد طبعا سلوكيات بوش الابن الطائشة أفادت كثيرا أوباما وأضرت بالجمهوريين. سياسة المسيحية الصهيونية التي استنها لنفسه اليمين الأمريكي ممثلا في بوش وجماعته ديك تشيني ورامسفيلد وغيرهم، وتلك الخطة الجهنمية بجعل أمريكا إمبراطورية وقطبا أوحد في العالم، ولكن بطريقة خاطئة وليست بطريقة عملية، جلبت المزيد من الأعداء وأسهمت في مزيد من الخسارة من الأصدقاء، ولم تعطي أي فائدة لأمريكا سوى تدمير صورتها الذهنية في العالم باعتبارها يعني بلطجي العالم، وغير ذلك أنها أضرت كثيرا بالاقتصاد الأمريكي على كافة المستويات. طيب، إصلاح الاقتصاد الأمريكي في وجهة نظرك سيد محمود يأتي فقط من عدم ممارسة الكثير من التواجد العسكري أو صرف النفقات على الجيش الأمريكي خلال تواجده في بلدان مختلفة، يعني أم أنه من جهة أخرى؟ لا طبعا، يعني هو مسألة وجود كما قلت لك وجود قواعد عسكرية أمريكية، هذا أمر لا يختلف عليه الأمريكيون باعتبارها نوع من السيادة على العالم، ولكن مسألة خوض الحروب، تكلفة الحروب باهظة جدا، ومن يدفع الفاتورة هو المواطن الأمريكي. بدلا من أن توجه الاستثمارات إلى مشاريع إنتاجية تضيف قيمة مضافة للاقتصاد الأمريكي ووظائف ثابتة للأمريكيين وحياة مريحة وغير قلقة على ابن يعود مشوه أو زوج لا يعود أو يعني حالات من السلوك النفسي الشاذ كما جرى بسبب حرب العراق. هذا أمر اقتصادي واقتصادي عليه بالفشل. أما الاقتصاد التنموي القائم اكتشاف المزيد من مناطق النفوذ الاقتصادية، تعظيم قيمة التبادل التجاري بين أمريكا ودول العالم، تعظيم قيمة الناتج القومي الأمريكي، هذا هو الاقتصاد الذي يحتاجه الأمريكيين والذين يطالبون به. هذا يترجم بشكل أو بآخر في زيادة برامج الرعاية، تقليل الضرائب على مختلف رجال الأعمال الكبار أو الطبقات الوسطى أو حتى الطبقات المعدمة، وجود حد أدنى محترم من الرعاية الاجتماعية لمن لا يملك فرصة عمل، إتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستمرة والمنتجة للمواطن الأمريكي. هذا هو ما يحتاجه الأمريكيون، وربما يحاول الجمهوريون أن يثبتوا أنهم ليسوا فقط رجال حرب أو وإنما سوف يساعدون. أنا أتصور أن هذه المرحلة الفترة الرئاسية سوف تكون مريحة بشكل أكثر لأوباما، ولن يجد معارضة كبيرة من الجمهوريين في محاولة لتحسين سمعتهم التي انهارت بسبب سياسات بوش الابن الحمقاء. طيب، الآن سياسات باراك أوباما في وجهة نظر سيد محمود تجاه دول الربيع العربية أو الدول العربية هو ما يخصنا تحديدا، يعني أو يعني له أهمية عندنا من باقي الملفات. لماذا البعض يراها أنها سوف تتحسن أو على الأقل يرونها لن تكون عدائية؟ يعني دعني أتفق معك أولا على أن هناك استراتيجيات أمريكية وقواعد لعب ثابتة لا تتغير بالنسبة للأمريكيين. أما المسائل التكتيكية المرحلية ربما يكون هناك بعض الإشارات الجيدة في حالة وجود أوباما كأحد قيادات الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. سياسات الجمهوريين غالبا ما تتخذ منحى العنف واستخدام القوة المفرطة لتحقيق المصالح السياسية والاستراتيجية. الديمقراطيين ربما يكونوا أقل حدة من ذلك، ولكن هناك ثوابت في السياسة الأمريكية، وقلت ذلك في الحلقة الماضية، لا يمكن أبدا أن تتغير بمجيء هذا أو ذاك، ولكن آليات العمل، تكتيكات العمل وليس الاستراتيجيات هي التي تتغير. الخطة الأمريكي مع في قضايا الشرق الأوسط، هذه الأمور تتغير كثيرا، والتي تتغير فقط
محمود الشناوي، نائب وكالة أنباء الشرق الأوسط. مشاهدينا فاصل قصير مرة معنا. عدنا إلى ملفنا في هذه الحلقة يهمنا خمار الحر الوطني الحالي القادمة قناة الانفصال. هذا التقرير الخيانة على طول الاندماجية أو الفيدرالية الكونفدرالية أو الحل لأزمة الجنوب الفيدرالية غير برهان محمد إلى أن أغلبية الأطراف السياسية في الإقليم قرار تدعم في الحالة الراهنة، وأن الاتجاه الغالب هو القبول بحل الفيدرالية. ويعد نظام الحكم الفيدرالي بين الشطرين أحدهما جنوبي والآخر شمالي لمدة 5 أعوام، يعقب ذلك استفتاء سكان الجنوب على الانفصال مطلبا أساسيا لبعض القوى والمكونات الجنوبية في الحراك الجنوبي وخارج إطار الحراك لمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني. ويتزعم هذا التيار الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، ويتبنى هذا التوجه الحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب اليمن منذ عام 1967 وحتى قيام الوحدة اليمنية عام 1990. ويدعم رئيس مجلس التنسيق تكتل قوى ثورية الجنوبية عبد القوى رشاد مشروع الفيدرالية بين إقليمين شمال والجنوب، كما نصت عليها مجموعة لقاء القاهرة. ويرى أن هذا الاتجاه هو الأفضل للجنوب من الانفصال المستعجل أو البقاء في الوحدة الاندماجية بوضعها الحالي. ويرى أنه لا مانع من أن تظل الحكومة المركزية في صنعاء التي بيدها حق إدارة الوزارة السيادية كوزارة الداخلية والدفاع، بينما يحتفظ كلا الإقليمين بحق تكوين حكومة وإدارة شؤونه في شبه استقلال كامل، مع السماح بانتقال حركة رؤوس الأموال الاستثمارية بين الإقليمين. من جهته يؤكد عضو اللجنة المركزية للحزب النصري محمد العفيف إن حزبه يؤيد ويدعم مشروع الفيدرالية لأكثر من إقليم، ويشير إلى أن هناك في الحزب من الجنوبيين من يرى إمكانية أن تقوم فيدرالية ثنائية بإقليمين مؤقتا لفترة زمنية معينة كتنازل من أجل الحفاظ على الوحدة. ويرى رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بمحافظة عدن إنصاف مايو فإن النظام الفيدرالي للدولة اليمنية القادمة يجب أن يكون متعدد الأقاليم بحيث تكون عدن إقليما مستقلا بذاته. وقال مايو: نحن مع ضرورة إعطاء عدن امتيازات الموقع الخصوصية كممر دولي، بأن تكون إقليما سياسيا مستقلا له صلاحياته وحكومة مستقلة وقانونه الخاص.